يلا يا بنات، الجوافة اليومين دول كتيرة في السوق ورخيصة. تعالوا بقى اقول لكم على طريقة حلوة جدا نخزنها بيها من غير ما تسود، وكمان هنعمل بقى شوية زبادو تحفة. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. بصوا يا بنات، انا هنا جبت حوالي 5 كيلو من الجوافة. بصوا تنقوها كده ناشفة وتكون حلوة ومنورة كده يا بنات بالشكل ده. انا هنا غسلاها كويس ومنضفاها كمان بالشكل ده كده. بنشيل بقى منها اي جزء مش عاجبنا بنشيله، وبتقطعيها بالطريقه اللي انت عايزاها اللي تحبيها. انا بقى بحبها متقطعه اربع بالشكل ده كده. والطري يا بنات بنشيله على جنب كده، هنعمل بيه بقى زبادو ما اقولكيش عليه تحفه. او هقطعها كلها بالشكل ده، ولو عايزه تقطعي طرنشات منها قطعي. بصوا انا بقطع القطع الكبيره عشان تبقى سهله تتحط في الخلاط، ما تبوظليش الخلاط بتاعي لان انتي هتحطيها متجمده، او اي حاجه مش عاجبانا بنشيلها. وما تشيلوش يا بنات القلب من جوه، القلب ده كله بيبقى فيه لحم، وهو ده اللي بيدي الطعم، بيدي التسكيره بتاعت الجوافه. فاحنا بنعصرها وبعد كده بنصفيها بس كده. ولو عايزه تقطعيها طرنشات براحتك اهو بالشكل ده، الطريقه اللي تريحك اعملي بيها. انا كده خلصت كل الكميه، هنزل بقى عليها بنص كوبايه من السكر، ده ماده حافظه يا بنات، وانزل عليهم كده بليمونتين كبار. الليمون يا بنات بيخليه ما يسمرش، هيفضل معاكي ابيض لاخر كيس. لو قعد معاكي سنه في الفريزر هيبقى زي الفل اهو بالشكل ده كده. حطيت ليمونتين عليه ونص كوبايه سكر خشن عادي خالص يا بنات. اقلبه بقى كده بالراحه كويس، وابتدي بقى ايه احطه في الكياس بتاعتي. افكك كده اي اتنين في بعض واحطه في الكياس بالشكل ده على قد الخلاط بتاعي. نربط بقى الكيس كويس جدا. حطي بقى في اكياس تلاجة زي ما انت عايزه، اكياس بتاعه ايكيا او تبروير، اي اكياس عندك الموجود حطيه. ولو خايفه منها، هي مش هتعمل ريحه في الفريزر ما تخافيش، بس لو خايفه منه من الريحه في الفريزر حطيها في علبه واقفليها كده. هخلص كل الكميه وارجع لكم تاني. اهو بالشكل ده كده الكميه كلها عملت لي 6 اكياس يا بنات. نقيت بقى الطري منه، ده هاخده اعمل من بيه الزبادو. هنا جبت الشفشق بتاعي ونزلت بحوالي 5 وحديات من الجوافة، ونزلت عليهم بباكو كريم شانتيه هيديله قوام وطعم تحفة. ونزلت بكوبايتين من اللبن، وكوباية زبادي، وكوباية من المية. يعني حطيت 2 لبن وواحدة مية، وحطيت نص كوباية من السكر. طبعا السكر ده براحتك. هضربهم كويس قوي بالشكل ده كده. يبقى انا حطيت كوبايتين لبن، كوبايه ميه، كوبايه زبادي، باكو كريم شانتيه، نص كوبايه من السكر. وهنا بقى ده اختياري بس بصراحه بيدي طعم تحفه. باكوين كده فانيليا حطيتهم انا عشان الشفشق بتاعي كبير، فحطيت باكوين فانيليا. انتي لو الشفشق صغير شويه حطي باكو واحد. بصوا بقى اخده اصفيه. بص شايفين القوام يا بنات تحفه. عاوزه اقول لكم القوام بتاعه حلو جدا وطعمه خطير وريحته ما اقولكوش عليه. وطبعا القوام ده براحتكم يا بنات، عايزينه خفيف تقيل براحتكم، عايزين تشيلوا الكريم شانتيه وتعملوه بميه بس او لبن بس براحتكم جدا. عاوزه اقول لكم يا بنات خزنوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، مش هيحصل لها حاجه ولا لونها هيتغير ولا هتسود ولا اي حاجه، هتفضل زي الفل. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، وبألف هنا.